زي ما تقول اللبس دي حاجه كبيره، يعني المعيشه في كل مراحل الحياه خارج الملعب هي اللي بتنجح اي فريق في داخل الملعب. ودي اللي خلت ان احنا لعبنا 21 ماتش ما وصلناش غير ماتش واحد، اعتقد ان ده رقم عالي جدا. والترتيب العالمي اللي احنا حققناه ترتيب سواء على مستوى الفيفا منتخبات العالم او المنتخبات الافريقيه، والنقاط اللي احنا خدناها من الفتره الافريقيه. ولكن دي هتساعد ان شاء الله اللاعبين الموجودين في الخارج المصريين غير المصريين معاهم جنسيه مزدوجه. الحاجات اللي انا قلت عشان كده قلت كابتن ابراهيم بيهتم بيها ان احنا بنحاول نلم كل الداتا اللي موجوده عندهم، خاصه اللاعبين اللي هي بقى في فريق المنتخب الاول. في لاعبين مصريين عايشين بره لكن في اعمارهم السنيه ممكن شباب، فدي احنا بنعمل حاجه ثانيه. ان شاء الله بالاتفاق مع باشمهندس هاني ووزاره الشباب والدكتور اشرف ان احنا نحاول ان احنا نتابعهم هناك، يعني لان انتوا عارفين ان في بعضهم في حاجه اسمها الجونيور او البطوله او مسميات معينه للمنتخب الثاني او الانديه الثانيه. كل فريق ليه فريق ثاني بيلعب في سكن او في بطوله مخصصه، وممكن يكون اللعيبه دي بتلعب بس مش شايفها في انديتها الكبيره اللي هو الفريق، فمحتاج ان احنا نتابع. اتمنى ان احنا بعض اللاعبين نتابعهم. اذا خرجنا